الحاجة حميدتي. هنسمع دلوقتي تهديد لحميدتي، قصدي خطاب لحميدتي. أنا بقول أي طيران مجهول يطلع من أي مطار من أي دولة لانطلاق الطائرات، سأضرب المطار اللي في الدولة، وسأضرب الدولة، الطائرات الحربية قد سأكشف المطارات اللي بيطلع منها الطيران المجهول، الإعلام العسكري، وسأضرب الدولة اللي بيطلع منها الطيران المجهول. أديني بقول لكم وبهزركم. تحرك لهذه الطائرات الحربية أنا بقول تاني، أي طيران مجهول يطلع من أي مطارات سأقذف المطارات، وسأقذف الدولة التي طلع منها الطيران المجهول. أنا بقول تاني، هضرب تاني، أي طيران مجهول يطلع من أي مطارات سأقذف المطارات. أنا جايالي بيعة جميلة فيها طيارات بدون طيار بتروح لحد هناك بتيجي، فخلي بالكم. أنا بحذر أي طيران مجهول يضرب على الدعم السريع أنا سأقذفه، وسأضرب المطارات، وسأضرب الدولة التي بيطلع منها الطيران المجهول. وخلي بالكم أنا أعرفه كويس. الإعلام العسكري، يا رب ما يكون سامعني. تاني، تالت، رابع، أنا بحذركم. كل ما الطيران المجهول يضربني هطلع أحذر. كل ما الطيران المجهول يضربني هطلع أحذر إني هضرب المطارات اللي بيطلع منها الطيران المجهول. يكفي تضربوني 20 سنة، كل مرة تضربونا الدعم السريع أنا أهدد إن أنا أضرب المطارات اللي بيطلع منها الطيارات المجهولة عشان تضرب الدعم السريع. كل ما تضربوني هطلع أهدد، كل ما تضربوني هطلع أهدد، لحد ما نشوف آخر الحكاية دي إيه. مش حكاية هي. طب استنوا ما ننزل الهاجة بتاعتي من الطيارات. الطيارات لسه ما وقفتش، ولسه بنفك السلبة، تروح ضارب كده في السلبة توقع الهاجات على الأرض. طب استنوا لما أفك السلب وأنزل الحاجات دي بتاعتي والبضاعة عشان أضرب بيها الطيران المجهول اللي هو في المطارات المجهولة اللي في الدولة المجهولة اللي أنا عارفها. أنا هنشل وخلاص، أنا هضرب الصاروخ ودائرة بدون طيار وأقول لها روحي عند المجهول، وهي عارفة طريقها، هتنزل تضرب المجهول وترجع تاني. ده المجهول دوت هيسففنا التراب. ده مجهول شغال شغل من نار. بيقول لي ده عشان مش عارف أنا أعمل إيه. أنا مش هسيب السودان، مش هسيب السودان. سأحارب لآخر فانيلا لابسها عشان الجنود ماتوا نصهم هناك. كل الفانيلات والبوكسارات اللي تبعنا متنشرة على الهبل بره. أنا بهدد الهواء بتاع الطيران المجهول بيطير البوكسارات، وأنا لن أسمح بذلك. لن أسمح بطيران البوكسارات. طيروا الفانيلات ممكن نسامح فيها، طيروا الفانيلات ممكن نسامح فيها، ولكن البوكسارات كده راح ناخد طراوة من الحتة اللي هي مكشوفة. لو خدنا طراوة مش هنعرف نضرب الطيران المجهول. الطيران المجهول هيفسحنا وهيفرج الناس كلها على المنطقة بعد الطراوة ما تاخدش فيها. أنا كنت عاوز آخد المثلث بس لما رحت هناك لقيته مربع.
مرة يقلب مربع، مرة يقلب مستطيل، مش عارف فيه ايه. فهنشوف الموضوع ده بعدين لما نخلص موضوع المجهول. خلينا كده ورا المجهول. بس انا بهدد وهحذر، مش هسيب السودان ولا سودان ولا يعني مش هسيب السودان وخلاص، عشان الكلمة اللي بعديها هتبقى قليلة الأدب، مش هينفع أقولها. انزل الخندق عشان في مجهول جاي. لانطلاق الطائرات الحربية، هي صور انتقلت قبل قليل، وكانت تلك الطائرات الحربية قد شاهدناها فعلا في سماء الخرطوم. يا أخي ده بيديني فرصة أهزر ولا أهدد، مش بيديني فرصة لا أهدد ولا أهزر ولا أنشر البوكسرات. يخرب بيتك يا مجهول. أنت الناس اللي عندك ما بيناموش، الناس اللي تبع المجهول ما بيناموش خالص. مخابرات شغالة في العالم كله وتكسب أي جولة. أنت إيه طيران مجهول ده أنت صاحي كده على طول. ادينا فرصة نبرطع شوية ونهجس على الناس. طب اديني فرصة ألم البوكسرات. ألم البوكسرات. الفلينات راحت في داهية، بس البوكسرات مش هنقدر نمشي من غيرها. كل حاجة راحت. والتراب أنا قاعد ليه التراب جه عماني ففتح عيني بعديها ما لقيتش غير أنا والرملة بس. مش عارف الشباب اللي كانوا معانا كان في كذا زول ماشي من هنا، زالوا ولا راحوا فين؟ كذا زول كان واقف معايا بالعصيان وبالبنادق، مش عارف راحوا فين. زولات زالوا. طيران المجهول أزالهم فهو يدارهم. يا رب تعدي على خير ونشوف الصفقة اللي بعدها بقى. الصفقة اللي بعدها جايلي يعني شحنة بومب وصواريخ بتاعت رمضان شهر 2 إن شاء الله. نحاول نفجر بيها أي حاجة تعمل وفار وخلاص. يمكن ربنا يكرم والجماعة إياهم يبعتوا لنا أي حاجة. هم أصلا جماعة خيبانين ويبعتوا لنا حاجات خيبانة، ما لحقناش نفك السلبة. وفي الآخر اللي مجهول ضرب في السلب وضرب في الرجالة وما خلاش أي حاجة. ادونا فرصة نفك السلبة. لسه بنفك السلبة عشان ننزل البضاعة، راحوا ضاربين في السلبة ووقعوا البضاعة. كله بقى تحرك لهذه الطائرات الحربية. لما يجي مجهول قول لي بلغني، لما يجي مجهول بلغني على طول. لانطلاق الطائرات. يلا هسيبكم بقى عشان انا نازل الخندق. مع السلامة. تلك الطائرات الحربية قد شاهدناها فعلا في سماء الخرطوم.